إذا طلع لك هذا المقطع ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو عصر جمعة فأنت محظوظ. ليش محظوظ؟ لأنه مو كل أحد راح يطلع له هذا المقطع، فالله اصطفاك أنت تحديدا لتفوز بهذا الأجر العظيم. قال ابن مسعود: يا زيد بن وهب، لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي 1000 مرة، وأنت صل على النبي على العدد اللي أنت تقدر عليه، وحاول هذه المرة بس تجيب 1000 المرة هذه بس. لكن حتى لو مرة واحدة، حتى لو 10 مرات، حتى لو 100، المهم انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى قراءة سورة الكهف، او حتى لو انك تشغل قارئك المفضل وتسمع. واذا طلع لك هذا المقطع بعصر يوم الجمعة تحديدا فانت محظوظ بخير عظيم. لعل الله ارسل لك هذا المقطع لتكون بين يد الله وتدعوه. وكم من الاماني استجيبت بهذا الوقت يغفل عنه كثيرا من الناس، والله ارسل لك هذا المقطع في غفلة من الناس لتكون من القلة الذين اختارهم الله عز وجل